السلام عليكم. تصريح خطير من أبو تريكة يفاجئ به النادي الأهلي بعد فوزه على بيراميدز ويضرب ميدو بالثقيل ويصفع الزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ للريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على بيراميدز ليضرب الأهلي سلسلة اللا هزيمة لبيراميدز ويوقف قطاره عند النقطة 68 والأهلي يصل إلى النقطة 60 وباقي ليه 3 مباريات مؤجلة. فقد دخل على الخط أبو تريكة وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: أنا عايز أسمع صوت وحس الزملكاوية دلوقتي، سمعوني حسكم. وانت يا ميدو سمعني حسك، انت كنت عمال تقول أوليه أوليه بيراميدز وانت مسطول كالعادة. ما انت لازم تكون مسطول علشان تشجع بيراميدز. هو انت مفكر بيراميدز هيكسب الأهلي ولا ايه؟ غير وانت مسطول كل لاعبي الزمالك القدامى والجماهير والإدارة كلهم كانوا بيشجعوا بيراميدز، لكن الزمالك لا، مش هو اللي بيلعب. خلي بالكم، انتوا فاكرين الزمالك اللي بيلعب ولا ايه؟ والله فضيحة. الزمالك انسحب قدام الأهلي علشان خايف من الأهلي، يروح يدعم في بيراميدز عشان يفوز على الأهلي، يقوم الأهلي يفوز على بيراميدز ويضرب الاتنين، يضرب الاتنين في مقتل فعلا. هو ده النادي الأهلي اللي دايما مشرف الأهلاوية، والأهلي ما بيتحط تحت ضغط بيظهر خطورته يا جماعة وقوته. مين بيراميدز ده اللي يقف قدام قطار الأهلي؟ ده الأهلي يفرموا، ودول هيكونوا أغلى 3 نقط السنة دي. وكده الأهلي بقاله 3 ماتشات متأجلة، يعني لو كسب ال3 ماتشات اللي جايين هيبقى 9 نقط، وبيراميدز هيفضل زي ما هو هيبقى 69 نقطة. عايزة اقول لكم طبعا بيراميدز زي ما هو، واكيد الاهلي اللي هيفوز كمان في المباراة اللي جاية اللي هتتلعب كمان 12 يوم مثلا، وهيفوز فيها الاهلي، وبكده هنقول مبروك يا اهلاوية علينا الدوري. ما ده العادي بتاعنا واللي لازم يبقى عادي. وانا بحيي قفشة من كل قلبي وبقوله: انت بتاع الاوقات الحرجة، دايما القاضية منك يا قفشة بيكون ليها طعم ولون مختلف. في كل مرة بتثبت لينا انك لأ، ما ينفعش نتهزم، ما ينفعش حتى نتعادل، احنا لازم نفضل في الصدارة، نفضل في البداية. وانا بقول لميدو على فكرة ال3 نقط اللي الزمالك اداهم للأهلي ده رحمة ليكوا، لانكم كنتم بدل ما تخسروا كده 3 نقط، يعني يجي فيكم 3 اجوان زي بيراميدز، ده انتوا كان هيجوا فيكم 6، والستة دايما ما بتكذبش. طبعا دي كانت بعض تصريحات الكابتن الكبير محمد أبو تريكة بعد فوز الأهلي على بيراميدز. السلام عليكم. تصريح خطير من أبو تريكة